لماذا تقلق وتيأس وتحزن والله سبحانه وتعالى يدبر أمرك، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذاك الهم اللي أثقل قلبك انفراجه على الله سبحانه وتعالى، هذاك المرض اللي أتعب جسدك شفاءه عند الله سبحانه وتعالى، هذاك الدين اللي كسر ظهرك سداده عند الله سبحانه وتعالى. فكل شيء في هذه الحياة بين يد الله سبحانه وتعالى، بين كن فيكون. فليش تقلق؟ ليش تحزن وليش تيأس؟ والأمر كله لله ومع الله وبالله. ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحلى وأجمل عيلة في الدنيا، عيلتي الجميلة حبايبي، بحبكم في الله كتير كتير. يلا بقى قبل ما نبدأ فيديو النهاردة بقى نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ماشي يا سيف؟ ماشي. ونقول اللهم إني وكلتك أمري فأنت خير وكيل. ماشي يا سيف؟ خلاص. سيف رغاي دايما اول ما بقى ابدا اسجل لازم يحط التاتش بتاعه. يلا نبدا كده روتين بسيط كده تي وكله يعني هو كله طاقه وحماس كده ونشاط. نتنشط بقى مع بعضنا ونقول بقى شوف هنعمل ايه النهارده. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. طبعا انا وآية كنا في البيت، احنا الاثنين بس موجودين في البيت. كانت هي قالت لي يا ماما انا قبل ما امشي على الدرس هساعدك، عشان انا كمان قلت لها ده هي عارفه ان انا ظهري وجعني ليا اسبوع بشكي بيه، فقالت لي خلاص يا ماما انت شوفي احنا هنعمل ايه وانا هساعدك. بصراحه يعني ربنا يبارك لي فيها ويخليها لي واخواتها لما بيلاقوني تعبانه يعني كده فبيساعدوني ما بيرضوش يسيبوني يعني. الحمد لله. يا رب يخلي لكم اولادكم ويخلي لنا اولادنا جميعا يا رب، ويديكم الذريه الصالحه اللهم امين. طبعا كان عندي حبه غسيل فقلت يلا يا ايه انا هغسلهم. كان الكلام ده امتى؟ كان بعد العصر، عشان عندنا النور بيقطع من اول الساعه 12 يجي الساعه 1 يعني ممكن برضو بعد واحدة برضو بعدها بيقطع برضو. فما قلت يعني مش ما اضمنش يعني، فقلت يلا هو بقى يوم كله نشاط بقى وحماس وكده وطاقة وطاقة ايجابية، ندي لبعضنا طاقة ايجابية. فقلت لآية ايه رأيك يا آية نصور الفيديو النهاردة؟ فقالت لي خلاص يا ماما يلا. فرحنا قالت لها انا هشغل الغسيل وبرضه هطبخ في نفس الوقت وانتي آية روقي حواليا. قالت لي خلاص ماشي. فانا كده قلت يعني كان عندي الصلصه، كان عندي الصلصه يعني محفرزان في الثلاجه، فقلت ايه سهل كده على طول طلعتهم وقشرت حبيتين بطاطس بالظبط كده دي، عشان ايه ما يعني احنا ما بنحبش في الحر ده ما بيطبخ يعني كتير، ما بنحبوش كتير. فقلت يعني هما طبقين بس بالظبط كده على قد الاكل. طبعا انا بوريكم بعد ما سيحت السمن كده وصفيته في البرطمان، بوريكم اللي هو اسمها مرجه، احنا بنقول عليها مرجه، بنطلعها من السمنه بنحب ناكلها يعني بالعيش وكده، بيبقى طعمها جميل بالعيش وتجيبي جنبها خيار وكده فطعمها جميل. فدخل هي قالت لي انا هخش على الاوضه، يعني ان هي على طول بتذاكر في الاوضه دي. هي طبعا بتذاكر في الاوضه دي واختها بتذاكر فوق، لان انتوا عارفين ثالثه ثانوي يا جماعه شهاده، ربنا يا رب يكرمهم كده ويحقق لهم اللي نفسهم فيه يا رب، وما يضيع لهمش شقه ولا هم ولا غيرهم يا رب. فقالت انا قلت لها انا خلاص هناخد البياضات اللي بتاع الكنب بالمره، عشان كان سيب بيتنطط عليهم كانوا يعني حسيت انهم موسخين. فقالت لي خلاص يا ماما. وهي قالت انا هروق الاوضه، وانا كنت بقى قلت هرمي اول رمية غسيل كده وهسيبها تتغسل وهخش اشوف ايه. كنت طلع فرخه كده وقلت انضفها يعني انقعها في ليمون وخل وملح وكده واغسلها بدقيق. ف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه بقى قالت لي خلاص انا هاخد التليفون وهصور يا ماما الاوضه. قلت لها خلاص يا ايه ماشي. طبعا زي ما انتوا شفتوني كنت مصوره كنت يعني موراكم الغساله وانا بغسل يعني وكده، انا كنت بغسل جنبها في الصاله. لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طبعا هي كده تمسك البيضات حشيتها هتنفض الكنب وهتروق الاوضه وهتظبط الاوضه. وانا كده كنت لما كان حد يجي يعوز يشتري حاجه كنت برضو واقفه في الدكان، يعني ايدي هنا وايدي هنا. فبصراحه يعني انجزنا اليوم ده والحمد لله. بس كنت حابه يعني قلت نصور ونديكم طاقه ايجابيه يعني وكده. ما تنسوش بقى تكتبوا لي كومنت حلو من كومنتاتكم الجميله، بس اهم حاجه قبل ما تكتبوا الكومنت تصلي على الحبيب المصطفى، عشان انت تاخدي اجر وانا اخد اجر من ورا بعضنا يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. واكتبي لي بقى كومنت كده يشجعني وكده وايه رايكم في الفيديو اللي انا نزلته لكم بتاع اخويا
ادعوا له دعوة كده حلوة من قلبكم ان ربنا يخليه ويخليه لولاده ويرزقه ويبارك له في ولاده. هو والله جدع جدا وطيب ويستاهل كل خير. والحمد لله عمرنا احنا يعني الحمد لله ما قبلنا حاجة ولا دخلنا حاجة وحشة حرام علينا يعني. هو كذا مرة يعني كان يلاقي حاجة كذا مرة يعني يلاقي فلوس وبرضه قبل كده لقى فلوس وتليفون في التاكسي برضه فضل لما شاف صاحبهم وعطاهم له. والحمد لله يعني الحمد لله ان احنا يعني ايه ان احنا كده وطالعين ومتربين على كده الحمد لله. اهم حاجه يا جماعه ان الواحد يبقى عنده امانه ويراعي ربنا يعني يراعي ربنا في اي حاجه، في اي خطوه يمشيها واي حاجه يعملها يراعي ربنا فيها عشان ربنا يبارك له في عيشته وفي حياته وفي ولاده وفي كل حاجه وحتى في نفسه وفي جسمه ربنا يبارك له في صحته وفي عافيته. يا جماعه الحرام ما بيدومش والحلال، وربنا لما تاخدي الحاجه بالحلال ربنا بيبارك لك فيها وسبحان الله وبيزيدك اضعاف اضعافها. فاحنا الحمد لله رب العالمين يا رب يكتر من امثاله والبلد كلها تبقى كده تبقى الامانه وعندها امانه يعني ومصداقيه وعندها امانه زي كده وتخاف ربنا. هتلاقي الدنيا كلها والله هتلاقيها كلها سبحان الله تصلح حالها. وفي برضه يا جماعه في زي اخويا ده كتير برضه الدنيا لسه برضه بخير يعني على قد ما فيها الوحش على قد ما فيها برضه الحلو. بس كان وده والله بس انا محتاجه منكم بس ان انتوا تدعوا له دعوه حلوه كده من قلبكم وتكتبوا له كده انا تكتبوا لكم وانت كده حلوه كده و... ونرجع بقى لمرجوعنا. شايفين بقى آية كانت بتمسح، هي مسحت مرتين او اول مره كده وقالت انا مره انا هعيد عليه. فقلت انا كنت بقول لها يا بنتي ده هو البلاط نضيف ده احنا كل يوم بنمسح ونلم الفرش ونمسح. قالت لي لا يا ماما انا هعيد عليه مرتين. قلت لها خلاص براحتك بقى انت اللي عايزه تعمليه اعمليه. كنت في الوقت ده ايوه سيف ماشي بابا قال لك لا كله انت يا سيف تعالى سلم عليهم انت ما سلمتش على اصحابك النهارده قول لهم السلام عليكم. السلام عليكم. ازيكم ايه حبيبي عاملين ايه ايه وحشتوني كتير يلا بقى قول لهم بقى لايك قولوا بقى اعملوا اشتراك في القناه ماما اعملوا اشتراك وحطوا لايك كبير. ايه لا انت قول لهم لايك مشغول في الشيبسي بياكل شيبسي بس. فقلت لها رحت قلت لها بقى براحتك انت بقى. فخلاص بقى انا كنت في الوقت ده كنت خلصت غسيل وكنت طبعا كنت عامله البطاطس حطاها موطيه عليها وعلقت على اللهم صل على سيدنا محمد. كنت لسه هعلق على الفراخ فقلت لها كنت لسه هعلق على الفرخه يعني فعشان قلت يعني عشان نبقى اول ما اخلص ترويق كل حاجه الاكل يبقى سخن على طول نحطه وناكل على طول عشان احنا اصلا ما بنحبش ناكل لما نكون مخلصين كل حاجه ومروقين وكده ومظبطين الدنيا يعني ما بنحبش حاجه مكركبه حوالينا يعني. اول ما نخلص ونقعد بقى رايقين بقى والله العظيم الحمد لله يا رب العالمين. بعد ما خلصنا وعملنا كل حاجه وتعشينا استنى يا سيدي الحمد لله يعني. كان بالليل كده قمت على وجع قلبي ضربات قلبي كانت سريعه خالص. كان بيجيني الوجع ده زمان يعني من فتره كده من كام سنه من قبل ما اجيب سيف من قبل ما اخلف سيف. فلقيت الوجع ده رجع لي تاني مش عارفه رجع لي لا قمت كنتش قادره اخد نفسي ولقيت ضربات قلبي سريعه خالص زي ما بيجيلي كده يعني اللي يحط ايده على قلبي كده تتهز من كتر ضربات القلب السريعه الحمد لله. قمت ساره من النوم قلت لها يا ساره كانت هي صاحيه اساسا ما كانتش نايمه. راحت ساره قالت لي مالك يا ماما تعبتي قلت لها ايوه. قالت لي الوقت ده ما كانش بيجيلك من زمان الوجع ده قلت لها الحمد لله يا ساره. راحت عملت لي ميه بسكر وشربت شويه ميه بسكر وطلعت في الهواء قعدت يعني طلعت بره عند السلم كده قعدت وفضلت لما قعدت اخد نفسي وساره دعكت لي صدري وكده والحمد لله يعني. لما حسيت ان انا ارتحت شويه فرحت بقى ما كنتش عارفه انام اساسا. الحمد لله ادعوا لي يا جماعه ان الوجع ده ما يجيليش تاني. هو كان بيجيلي من قبل ما اخلف سيف وتعبت وعملت اشاعات وتحاليل وحاجات كتيره
واساسا وعمل كشفت يعني عند دكاتره كتيره، وكل اللي اكشف عنده يقول ما عندكيش حاجه ما عندكيش حاجه، فالحمد لله يعني. فبس محتاجه منكم انتوا تدعوا لي بس. كله اللي يجيب ربنا كله حلو، اهم حاجه ان ربنا هو فاكرنا يعني. لو حتى لو شكيت شكه بالدبوس كده دي افتكار، اعرف ان ربنا فاكرك. فالحمد لله الحمد لله يعني. طبعا ايه زي ما انتم شايفين كده خلصت اهيتي وفرشت واللهم صل على سيدنا محمد. وانا كنت في الوقت ده كنت مخلص زي ما أنا قلت لكم الغسيل، فحتى كنت بقول لها يا ايه تعالي بقى تشوفي اطلع معايا الغسيل نشيله ونطلعه، راح عشان نخلي ساره تنشره. بصراحه ساره هي اللي نشرت، انا ما نشرتش يعني. قلت انا اخلص الاكل وساره عقبال ما انا اعمل الرز وحمر الفرخه، وكان عندي ملوخيه يعني كنت غسلاها وحطاها لما تنشف. قلت لهم انا اخلص الاكل، وكون ساره هي انا خلصت نشير وناكل يعني على طول، ننزل نتغدى على طول. احنا اصلا غدانا كان امتى؟ كان واخر خالص. احنا يعني بنتغدى واخر خالص يعني، على حسب بقى طبعا العيال ولادي بيروحوا الدروس من درس لدرس لدرس لدرس. طبعا قبل ما بيجي ما بنتلمش الا بعد العشاء المغرب كده يعني. الياب من ساعه ما بدأوا دروس كده. طبعا ايه بتوريكم بعد ما خلصت البيت وظبط وطفت الانوار كلها عشان يعني ما يبقاش فيه دبان. فلا حول ولا قوه الا بالله. فكده قلت لها تعالي بقى يلا نشيل الغسيل ايه مع بعضينا عشان نطلعه فوق. شوفوا بقى يا جماعه لما يبقى البيت لما ابص سبحان الله، لما البيت يبقى متروق ونظيف وكده بتحس ان انت براحه نفسيه كبيره، وان انت رايقه ودماغك رايقه وتقعدي كده براحتك، تحس ان انت مش عليك هم ولا حاجه. لما يكون اللي حواليك مزبل والدنيا تضرب تقلب. طبعا عكس ما زمان قلت لكم ان يبقى حواليك مزبل والدنيا تضرب تقلب. فالواحد لما يروق ويشوف مصلحته في بيته اكنك بتعبدي ربنا وبتاخدي اجر على كل ده، وربنا لو فيكي تعب الدنيا ربنا بيشيله عنك. كان فيديو النهارده، ما تنسيش بقى تشتركي لي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واهم حاجه تصلي على الحبيب المصطفى في الكومنتات، وتعملي لي وتكتبي لي كومنت حلو وتزيديني لايك من ايدك الجميله. وبحبكم في الله كتير كتير، وان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهات على قناه الست المصريه على اصلها.